بتقبض وبعد كام يوم الفلوس بتختفي. بتسأل نفسك كل شهر الفلوس راحت فين؟ الحقيقة إن المشكلة مش في المرتب، المشكلة في طريقة تفكيرك. أول غلطة بتعملها إنك بتصرف قبل ما تفكر. أي فلوس بتيجي في إيدك بتبدأ تصرف على طول، خروجات وأكل وحاجات مش ضرورية، وفي الآخر مفيش حاجة بتفضل. وتاني غلطة إن كل ما مرتبك بيزيد مصاريفك كمان بتزيد معاه. بتغير موبايلك، تخرج أكتر، تعيش مستوى أعلى، وفي الآخر تلاقي نفسك زي ما أنت أو يمكن أسوأ كمان. وتالت غلطة إن مفيش أي نظام للفلوس، مفيش تقسيم، مفيش توفير، مفيش هدف واضح، كل حاجة ماشية بعشوائية. وعشان كده ممكن واحد يقبض 5000 درهم ويعرف يوفر، وواحد تاني يقبض 15000 درهم ومفيش ولا درهم في آخر الشهر. الفرق يا صديقي مش في الفلوس، الفرق في الإدارة. الحل بسيط جدا، قبل ما تصرف أي درهم ادفع لنفسك الأول، حتى لو مبلغ صغير، بس خليه عادة. ولو عاوز تعرف الطريقة العملية اللي تخليك تسيطر على فلوسك بجد، استنى الفيديو الجاي.